ما تيجوا النهاردة نغير ونعمل مع بعض وصفة كيك خطيرة. عايزة اقول لكم من جمالها، عايزة اعملها كل يوم، سهلة وبسيطة ومضمونة، وكمان مكوناتها متوفرة عندنا في البيت. يلا بينا نبتدي الفيديو ونشوف عملناها ازاي. في البداية هنلاقي كل المكونات دي انا كاتباها لكم في الكابشن. عندي بول يكون نظيف، احط فيه الزبدة وهضرب الزبدة كويس قوي بالمكسر على درجة عالية لحد ما يبقى الزبدة سوفتد معايا وكريمي وناعمة خالص. بعد كده هنزل بالسكر وهقلب السكر مع الزبدة كويس قوي لحد ما احس ان خليط الزبدة والسكر امتزجوا مع بعض. واهم حاجة في الخطوة دي لازم تكون الزبدة بدرجة حرارة المكان. هقلب كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هنزل بالبيض. هقلب البيض بقى مع الزبدة والسكر زي ما انتوا شايفين بالشكل ده لحد ما احس ان البيض امتزج مع الزبدة والسكر والخليط بقى كريمي ولونه فاتح. هنزل بقى بمعلقة من الفانيليا. عندي كوباية من الحليب هنزل بيها وعليها معلقتين من الخل، وهكتب لكم ليه اسفل الفيديو. هقلب كده بالمعلقة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وعندي 3 كوبايات من الدقيق هنزل بيهم بنص الكمية على الخليط، وههدي الميكسر خالص على درجة 1. وهنزل ببقية كمية الدقيق وهقلب، وأول ما الدقيق يختفي هوقف تقليب. حطيت طبعا على الدقيق معلقتين من البيكنج باودر ورشة من الملح. دلوقتي بقى هبدأ أقسم الخليط على جزئين، جزء فانيليا وجزء شوكليت. الشوكليت هحط عليه 4 معالق من الكاكاو الخام، 3 معالق من الحليب و3 معالق من الزيت. هقلب الميكس ده مع بعضه كويس قوي لحد خليط الشوكليت ما يبقى جاهز معايا وقوامه كريمي بالشكل ده. عندي بقى القالب بتاع الكيك، ممكن تستخدموا اي قالب يكون متوفر عندكم. همسحه بالزيت وهحط ورقة من البارشمنت بيبر او ورقة من الزبدة، وهدهنها زي ما انتوا شايفين كده بالزيت، دهنة خفيفة. وبمعلقة بقى هحط معلقة من خليط الشوكليت ومعلقة من خليط الفانيليا، وهرجع أكرر تاني معلقة من خليط الشوكليت ومعلقة من الفانيليا، ومعلقة من خليط الشوكليت ومعلقة من الفانيليا لحد ما أخلص المقدار اللي عندي كله. وخلاص الكيك بقى جاهز كده. هدخله في الفرن على درجة حرارة 180. في فرن أنا مشغلاه قبل ما أبدأ في الكيك. وده بقى شكل الكيك، شايفين قد ايه شكله حلو. عايزه اقول لكم قعدت في الفرن من 40 ل 45 دقيقه. هسيبها بقى تهدى خالص، وبعد كده هفتح القالب بتاع الكيك. دلوقتي بقى هقلبها على الشبكه بتاعه الكيك، وهطلع الورقه بتاعه الكيك هسيبها تهدى على جنب. عندي بقى التوبينج اللي هحطه على الكيك، ويبنج كريم وعليه شوكليت وسكر وفانيليا. هسيحهم في الميكرويف او على حمام بخار، وهيبقى شكلهم كده. هنزل عليهم بكوبايه من السوداني المجروش او اي مكسرات تكون متوفره عندكم. وطبعا في الوقت ده هيكون الكيك هدى معايا خالص وبرد. هنزل بيه الخليط ده او بالصوص ده على على الكيك من فوق، واحطه في التلاجة من 2 ل3 ساعات، وهطلعه بقى يكون شوكليت مسك عليه من فوق والكيك هدى خالص عشان اعرف اقطعه. قطعته بقى، شايفين شكله جميل ازاي؟ جربوا الوصفة دي وبجد هتعجبكم جدا وهتدعولي. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لي شير ولايك للفيديو، وبألف هنا وشفا على قلوبكم.